السلام عليكم، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد مع بعض من فيديوهاتنا ازاي تشطب شقتك. وهي بنسأل ليه دايما لازم ان احنا نبل الطوب بتاعنا او نبل البلاط قبل السيراميك، سواء الطوب اللي بنبني بيه او قبل المحارة. طبعا يا جماعة ده لسببين. الطوب اول حاجة علشان ازالة الغبار اللي متراكم على الطوب، فبالتالي بيعمل طبقة عازلة ما بين الطوب وما بين المحارة. طيب السبب التاني وده الاهم، اللي بسببه برضه بنلاقي المبلطين ساعات ماسكين البلاط يقول له ايه، خد يا ابني بل البلاط ده. طب ايه السبب؟ هم اتربوا على كده وحفظوا كده. الموضوع ببساطة يا جماعة، او السبب التاني اللي احنا لازم فعلا نبل الطوب ونبل البلاط، ان هو ده فخار. فالفخار معروف ان في ما بين الجزيئات بتاعته فراغ. فلو انت جيت استخدمت على طول المونة بتاعتي، المونة عبارة عن مية ورمل واسمنت، فالميه كماده سائله هي اللي بتخلي المكونات كعباره عن معجون، وبتعمل التفاعل اللي بينتج عنه قوه التماسك اللي احنا بنستخدمها. طيب لو انا دلوقتي عندي الفراغات دي، جيت وقمت حطيت الميه بتاعه المونه، فالفراغات دي على حاجه اسمها نظريه الانابيب الشعريه. ايه النظريه دي؟ ببساطه كده وباختصار، ان السوائل او الميه في حالتنا بتمشي داخل الاقطار الضيقه. كل ما الحاجه تكون قطرها ضيق بتاع عمليه امتصاص للميه جواها، فبالتالي الطوب او الفخار بتاع السيراميك هيمتص ميه المونه، وبالتالي يضعف المونه، وبالتالي يضعف قوه التماسك. فعشان كده يا جماعة الموضوع ده مهم جدا ان احنا نخلي بالنا، سواء انت صاحب شقة واقف جايب صنايعي بيعمل لك مرمى او حاجة، او انت مهندس ماسك شغل، او انت صنايعي، تخلي بالك دايما الطوب بيتعمل بالمية، وقبل ما تمحر بيترش بالمية. اللي قلنا لسببين: اول سبب تسقط اي تراب او اي حاجة عالقة بالجدار، تعمل عازل ما بين المونة وما بين الطوب، وكمان علشان موضوع العملية، تعمل عملية اشباع المية بتحطها، فتيجي الفراغات تمتص الميه، فتمتص الميه اللي انت بتطرطشها او الميه اللي انت بتسقط فيها البلاط، فتبقى دي خلاص انت كده عملت عمليه تشبع للفراغات. تيجي بعد كده تحط المونه، الفخار بتاعك بتاع البلاط او الطوب ما يمتصش الميه بتاعه المونه، والمونه تحافظ على قوتها وعلى تماسكها، وقوه صلابتها تبقى عاليه. ان شاء الله فيديو جديد مع بعض، فيديوهاتنا ازاي تشطب شقتك. سلام عليكم.